لكن كلوديا رفضت، ومش رفض عادي، رفض بعنف، رفض بصراخ، رفض بتهويل. بدأت تصرخ. في قرية صغيرة فوق جبال الألب كان في بيت كل عيلة تسكنه تمشي منه فجأة من غير تفسير ومن غير وداع. لكن في سنة 2019 عيلة جديدة دخلت البيت، والبنت الصغيرة قالت لأمها: الست اللي واقفة في أوضتي قالت لي كلمة واحدة، قالت لي خليكي هنا. ومن هنا بدأت الحكاية، بدأت القصة بتاعتنا. البيت اللي مش عاوز حد يمشي منه. القرية كان اسمها سان أوستيل، قرية صغيرة جدا مستخبية بين جبال الألب الفرنسية. بيوتها حجر قديم، شوارعها ضيقة جدا، وعدد سكانها قليل لدرجة إن معظم الناس يعرفوا بعض بالاسم. وفي وسط القرية دي كان في بيت مختلف تماما عن كل البيوت، بيت قديم من الحجر عمره عشرات السنين. لكن أهل القرية كانوا بيسمعوا عنه حكاوي غريبة وأمور أغرب. البيت ده كان اسمه بيت الأخوات، وسبب السمعة السيئة عن البيت إن زمان كانت عايشة فيه أختين وكانوا كبار في السن. الأخت الكبيرة كان اسمها مارغريت، والصغيرة كان اسمها إيلين. الاتنين ماتوا من سنين طويلة، ومع ذلك البيت عمره ما فضل فاضي لفترة طويلة. كان كل عيلة تسكن فيه كانت تحصل حاجة بعد شهور العيلة تمشي. الغريب إن معظم اللي خرجوا منه ما كانوش بيحبوا يتكلموا عن السبب، وكأنهم اتفقوا كلهم على حاجة واحدة: البيت ده محدش بيقعد فيه كتير، دي الحاجة اللي هم اتفقوا عليها. لكن الكلام ده بالنسبة لعيلة لوران كان مجرد حكايات في قرية أو خرافات. وفي سنة 2019 وصلت عيلة لوران للقرية. الأب اللي كان اسمه فيليكس كان مهندس مدني، والأم اللي كان اسمها كلوديا كانت مدرسة موسيقى، وكان معاهم بنتهم الوحيدة اللي اسمها إيميلي وكان عندها 9 سنين. فيليكس كان هدفه من البيت ده إن يبعد عن ضغط المدينة والزحمة اللي فيها. ولما لقي البيت ده بسعر مناسب جدا ورخيص حس إنها فرصة ومحتاجش يفكر كتير، لأن البيت واسع قديم والمكان بتاعه مكان هادي. ده بالنسبة ليه دي كانت فرصة. أما حكايات القرية عن البيت فكان شايفها مجرد خرافات قديمة. ولما جاء واشترى البيت وقعد فيه عدى أول شهرين في هدوء تام وبشكل طبيعي جدا، مفيش أصوات، مفيش أشباح، مفيش حاجة غريبة. لحد ليلة كل حاجة اتغيرت. كانت الساعة قربت من الساعة 11 بالليل. كلوديا مراته كانت قاعدة لوحديها في الصالة، وفليكس كان مسافر عشان يخلص شغل ليه. وإيميلي البنت الصغيرة كانت نايمة في الغرفة بتاعتها اللي فوق. وفجأة كلوديا سمعت صوت غريب، صوت خطوات، والصوت كان جاي من الدور العلوي. كلوديا فكرت ان بنتها صحيت وبتتحرك، وقالت خليني اطلع اشوف ايه الموضوع. وبدأت تطلع على السلم وهي بتحاول تقنع نفسها ان إيميلي بنتها الصغيرة صحيت. وبالفعل وصلت للدور العلوي وما كانش فيه حد. إيميلي كانت نايمة، الأوضة فاضية، ورجعت على طول عشان تنزل للدور الأول. لكن وهي في نص السلم سمعت صوت تاني، سمعت الخطوات تاني. المرة دي الخطوات وقفت في نص السلم، وكان حد كان بيتحرك ووقف فجأة وبيستناها تكمل نزول من السلم. كلوديا جرت لتحت وقعدت باقي الليل وهي مش قادرة تنام ولا قادرة تلاقي تفسير على اللي بيحصل أو اللي حصل. وقعدت تحاول تقنع نفسها إن دي أوهام، خرافات، أشياء في دماغها فقط. بس في البداية كلوديا حاولت تنسى، لكن الصوت رجع تاني. رجع بعد يومين من المرة الأولى، وبعدها رجع تاني. بيجي يرجع كل ليلتين، يعني يعدي ليلة أو ليلتين بدون مشاكل أو بدون أصوات وبدون حركة، وفي الليلة الثالثة أو الرابعة يرجع تاني. وكان شيء غريب بدون تفسير. وكان الصوت بيرجع في نفس الوقت الساعة 11 بالليل، نفس الخطوات. وبعد فترة إيميلي بدأت تتغير، بنتهم الصغيرة بقت تصحى من النوم مرعوبة، بقت تكلم نفسها، بقت تعمل أشياء غريبة مختلفة تماما فيها رعب. بقت أمها تبص عليها بطريقة مختلفة، بقت تقول دي مش بنتي، البنت دي فيها حاجة، بس إيه اللي فيها محدش عارف، إيه اللي غيرها مفيش تفسير. وكانت دايما البنت تبص ناحية ركن معين في الغرفة بتاعتها. وفي ليلة قالت لأمها ماما الست رجعت. أمها سمعت الكلمة دي بطريقة غريبة جدا، يعني إيه الست رجعت؟ وفين الست اللي رجعت؟ فكلوديا سألتها هي مين؟ مفيش حد معانا، احنا الاتنين بس. البنت الصغيرة شاورت بصباعها ناحية الحيطة، ناحية الجزء أو ناحية الركن اللي موجود في غرفتها، وقالت الست دي اللي واقفة. أمها بصت ما لقيتش حاجة، فأمها قالت لا أنت بتشوفي إيه؟ فهميني. لأن أمها بدأت تقلق، بدأت تشوف حاجات غريبة في بنتها بتحصل بدون مبرر بدون تفسير. إيميلي قالت لها أنا بشوف ست كبيرة في السن ودايما توقف في ركن غرفتي تبص علي، ولابسة فستان أسود ومش بتتحرك.
بس بتبص علي. كلوديا حاولت تطمن بنتها وتقول لها مفيش حاجة، دي مجرد خرافات، ده وهم عندك، دي أحلام وكوابيس بتجيلك، لكن في الحقيقة مفيش حاجة، ويمكن عشان البيت جديد عليكي ومش متعودة عليه عشان كده بيحصل لك تهيؤات. وبالفعل كلوديا أخذت بنتها للدكتور، دكتور أطفال، والدكتور قال إن ممكن يحصل للأطفال لما يروحوا مكان جديد مش متعودين عليه بعد السلوك الغريب والتصرفات اللي بتدل إنهم يعني مش مظبوطين ومش طبيعيين. كلوديا خدت كلام الدكتور وصدقته وقالت فعلا ممكن يحصل، أو حاولت تصدق أو حاولت تقنع نفسها. لكن إيميلي استمرت في التعب بتاعها، استمرت إنها بتكلم نفسيها، استمرت إنها تقوم مفزوعة أكتر من مرة في الليلة الواحدة، استمرت إنها تبقى في حالة ذهول، استمرت إنها تكلم نفسيها مرة واثنين وثلاثة وعشرين في اليوم وكان حد معاها. يعني الحالة بتاعت إيميلي راحت للأسوأ، وبدأت توصف الست اللي بتشوفها وصف دقيق جدا. وفي ليلة بعد ما قامت مفزوعة من نومها ومعها سالتها، هي الست اللي بتجيلك بتتكلم معاك بتقولك إيه؟ إيميلي سكتت شوية وبدأت تفكر بعمق، سرحت يعني بدماغها، وفجأة ردت على أمها وقالت لها بتقولي كلمة واحدة. أمها قالت لها بتقولك إيه؟ كانت دايما تقولي خليكي ما تمشيش، ابقي مكانك، اوعي تطلعي من البيت. دي الجمل اللي كانت بتكررها الست العجوزة لإيميلي الصغيرة اللي حكيتها لأمها. الراجل الأب فيليكس رجع من المشوار بتاعه، كلوديا قعدت معاه وحكيت له على كل اللي حصل من أول الخطوات الغريبة لحد تعب إيميلي. حكيت له على كل شيء. في البداية ما صدقش، ما قدرش يستوعب الكلام بتاعهم ممكن يكون حقيقي، لأنه هو مش ما يؤمن بالحاجات دي، ما يبص الأمور دي منها خرافات، تخاريف، هبل. لكن لما شاف بنته وشاف حالتها ووضعها السيء بدأ يفكر. ولما كمان هو بنفسه سمع الخطوات بالليل بدأ يقول فعلا ممكن الموضوع يكون في كلام أو حقيقة. بدأ رأيه يتغير، فقرر يعرف تاريخ البيت، مش عشان هو بيؤمن بالأشباح أو ما يؤمن بالأرواح أو بالكلام ده يعني، لكن عشان يلاقي تفسير منطقي للي بيحصل، للخطوات، لكلام بنته، لسلوك بنته الغريب، عشان يلاقي تفسير يقنع بيه نفسه. وفعلا بدأ يروح لبيوت القرية وبدأ يخبط على باب وبدأ يسألهم عن البيت وعن قصة البيت وعن الناس اللي عايشين في البيت قبل كده وعن قصة الأختين مارغت وإيلين. والقصة كانت أغرب بكتير. الناس بدأت تحكي له وقالوا له إن بعد وفاة والد البنتين مارغت الكبيرة اتولت مسؤولية أختها الصغيرة إيلين. في البداية كانت بتحميها، لكن مع الوقت الحماية بتاعت أختها الكبيرة اتحولت لسيطرة، تحكم. مارغت كانت بتتحكم في كل حاجة تخص أختها إيلين، من تقابل، من تروح، امتى تطلع، امتى تنام. التحكم ده اتحول لمرض. إيلين كبرت البنت الصغيرة وبقى عندها فرصة إنها تتجوز وتعيش حياتها زي أي ست بشكل طبيعي. لكن مارغت الأخت الكبيرة كانت دايما بترفض، كانت دايما بتعطل أي فرصة زواج لأختها، كان كل مرة ترفض أي شيء، ما كانتش عاوزة أختها تسيبها. الناس في القرية كانوا عارفين إن العلاقة بين مارغت وإيلين علاقة سيئة جدا وفيها تفاصيل من التحكم والسيطرة المرضية اللي هي معدية بكتير الوضع الطبيعي. لكن ما حدش من القرية أو ناس القرية كان بيتدخل لحد ما حصل شيء أسوأ. فيليكس وهو بيقلب في الأشياء اللي كانت متروكة في البيت في غرفة قديمة في البدروم بتاع البيت، فلقي أرشيف، لقي مذكرات، لقي كتابة. الغرفة دي كانت من تحت، يعني غرفة زي البدروم من تحت، بس كانت معزولة عن البيت، محدش بيدخلها وفيها كراكيب وأمور كتيرة، محدش كان يقرب ناحيتها. فيليكس قال لك خلينا نشوف الغرفة دي فيها ايه، وهو بيقلب بفضول لقي الكلام المكتوب. المذكرات دي كانت من عشرات السنين وفيها سطر بيتكلم عن إيلين قبل ما تموت بأسبوع، وكان واضح من الكلام إنها كانت عاوزة تقول حاجة لكنها ما كملتش، ما وضحتش. وبعد أيام إيلين ماتت. الطبيب قال سبب الوفاة توقف مفاجئ في عضلة القلب، وبعدها بشهرين تقريبا ماتت أختهم الكبيرة مارغت في نفس البيت وبرضه بنفس السبب، توقف مفاجئ في عضلة القلب. ومن وقتها البيت بقي عليه سمعة سيئة جدا. طبعا الناس القرية كل واحد بيقول
القصة بتاعته من وجهة نظره، بس البيت بيجي سيء السمعة. فيليكس قعد في البيت وهو مش مرتاح، بدأ يفكر وبدأ يلاحظ حاجات عمرها ما اهتم بيها. لاحظ على الحيطة في ممر السلم لقى إن في صورة قديمة قوي كانش مهتم بيها، وعرف إن الصورة دي هي صورة مارغت وإيلين بس هم صغيرين جدا. فوقف قدام الصورة دي وبدأ يبص على الصورة، بس عيون مارغت الغريبة إنها كانت بتبص عليه وكأني شخص واقف قدامه، ونظرتها كانت شديدة جدا وكأنها مش صورة لطفلة، وكأنها بتبص لحد واقف قدامها. لكن الخوف فيليكس أكتر وأكتر إن كلوديا مراته بدأت كمان تتغير زي بنته. كلوديا في الأول كانت دايما بتحاول تقنع فيليكس زوجها إنهم لازم يسيبوا البيت ويمشوا، لكن فجأة اتغيرت بقت العكس تماما. كل ما فيليكس يقول يلا نمشي من البيت نبيع البيت كانت ترفض، وبطريقة غريبة كانت ترفض بشراسة بعنف بأسلوب غريب عليها. كانت تقول أنا مرتاحة هنا ومش هتحرك من هنا ومش هتنقل من هنا، وبعدها بدأت تقول جمل غريبة، بدأت تقول أنا حاسة إني في المكان الصح. فيليكس وقف مكانه أول ما سمع الجملة دي، لأن الجملة دي هي نفسها بالضبط قراها في مكان قبل كده، قراها في المذكرات اللي لقيها في الغرفة المهجورة في البيت. الجملة دي هي الجملة اللي قالتها إيلين قبل ما تموت بأسبوع واحد بس. وهنا بدأ الخوف الحقيقي يوصل لفليكس الأب. وفي ليلة فيليكس ما قدرش ينام، نزل المطبخ عشان يشرب مية، وهو نازل شاف نور الصالة خافت منور بس بشكل ضعيف يعني. دخل فلقي كلوديا واقفة في الضلمة أو النور البسيط، وكانت واقفة لوحديها وكان قدامها صورة للأختين. كلوديا كانت مش بتتحرك. فيليكس بدأ ينادي عليه، مردتش ولا كأنها سمع حاجة ولا حاسة بحاجة. فجأة سمعها بتتكلم، صوتها كان واطي جدا وكانت بتقول معلش يا مارغت أنا مش هسيبك تاني. دي الجملة اللي سمعها زوجها فيليكس من مراته مارغت، وهي مش حاسة بيه ولا حاسة بوجوده في المكان. فيليكس حس ان الدم اتجمد في عروقه، حس برعب، حس بخوف وبدأ يصرخ كلوديا بدأت تتنفض وبصت ليه وهي مرعوبة وقالت ايه، وسألها انت كنت بتقولي ايه، انت بتتكلمي مع مين؟ وبصت ليه باستغراب شديد. قالت انا كنت اتكلم. قال لها انت كنت بتتكلمي وبتقولي مارغت. كلوديا بصت للصورة وبعدين قالت انا مش فاكرة حاجة، انا مش فاكرة اي شيء. فيليكس ما استناش ولا فكر كتير وقال لكلوديا هنخرج من البيت دلوقتي حالا. لكن كلوديا رفضت، ومش رفض عادي، رفض بعنف، رفض بصراخ، رفض بتهويل. بدأت تصرخ وقالت انا مش هسيب البيت. فيليكس اتصدم لان دي مش كلوديا، دي مش مراته. لكن لاحظوا فيليكس ان كلامها والفاظها واسلوبها حاجات كتيره جدا نفس اللي جراه في المذكرات، نفس اللي جراه في الكتاب. ان فيليكس جرى حاجات كتيره بس ما كانش فاهمها. وحتى الوصف اللي جراه في الكتاب نفس وصف مارغت. ايميلي كانت واقفه جنب الباب، كانت مرعوبه ايميلي الصغيره وبتعيط. فيليكس لاول مره فهم ان المشكله مش في البيت بس، المشكله بدات تدخل جواهم. فيليكس افتكر حاجه جراها في المذكرات. إيلين كانت بتحاول تاخد قرار لنفسها، ده كان المكتوب في المذكرات. كانت عايزه تعيش حياتها، لكن مارغت ما كانتش مستعده تسيبها. في اللحظه دي فيليكس فهم حاجه مهمه جدا، لو كان كل اللي بيحصل ليهم لبنته ولمراته سببها بمارغت، فهي مش عاوزه تخوفهم، هي عاوزه تمنحهم انه يسيبوا البيت، تمنحهم انهم يمشوا، تمنحهم انهم يرحلوا. كانت عايزه حد يفضل، عايزه حد يبقى في البيت بالظبط. فيليكس مسك ايد كلوديا وقال بصوت واضح احنا مش اختك يا مارغت، احنا مش اختك. وسكت لحظه بعدين قال واحنا كمان مش هنفضل في البيت ده وهنمشي. كلوديا بدا يجيلها رعشه ودموعها بدات تنزل، وبصت لفيليكس لاول مره من فتره طويله. نظرتها رجعت طبيعيه وقالت بصوتها الحقيقي خدني معاك. فيليكس قرب منيها وقال لها ايه؟ قالت وهي بتعيط خدني من هنا يا فليكس بسرعة. مفيش وقت للتفكير، اخد ايميلي واخد كلوديا وخرجوا بسرعة، خرجوا بدون شنط، بدون هدوم، بدون اغراض، بدون اي شيء، مجرد مشوا ناحية الباب وجروا في الشارع، هربوا بدون حتى بيفكروا في ابسط الامور بتاعتهم انهم يشيلوها معاهم، ومن غير حتى بيبصوا وراهم. البيت فضل وراهم مظلم وساكت وكأني مستني حد يرجع مرة تانية. وتاني يوم الصبح لما فيليكس وصل بنته ومراته لمكان آمن عشان يسترحوا فيه برا القرية تماما، حس انهم تمام، فقال خليني ارجع للبيت بالنهار طبعا في عز الظهر عشان اجيب شوية حاجات مهمة من البيت، حاجات ما ينفعش يسيبها وراه، مش هدوم ولا حاجات مهمة، اوراق.
دخل البيت كان كل حاجة زي ما هي هادية ساكنة، لحد ما وصل لممر السلم وحس إنه لازم يوقف قدام الصورة القديمة. الإحساس ده كان غريب، بس الصورة كانت واقعة على الأرض، كانت مكسورة. وده كان الأغرب، إنه كان كل شيء تمام متقفل في البيت ومفيش هوا، مفيش مبرر إن الصورة توقع على الأرض. فيليكس بص للصورة وبعدين بص للبيت ومحاولش يعرف إيه السبب، محاولش يفكر، ولم حاجاته بشكل سريع جدا، حاجاته الضرورية فقط، الضرورية بس المهمة، وخرج بأقصى سرعة عنده. وبعد ما عيلة لوران سابت القرية بأسبوع ورجعوا للمدينة مرة تانية، كلوديا بدأت ترجع لطبيعتها بشكل تدريجي، لكنها فضلت فترة طويلة مش قادرة تحكي اللي حصل، وكأن عقلها نفسه كان بيحاول يدفن جزء من اللي عاشته. أما البيت ففضل فاضي لفترة طويلة. بعد حوالي سنة دخلت عليه عيلة جديدة. في البداية كل شيء كان طبيعي، وبعد كم شهر العيلة مشت زي اللي قبليهم من غير تفسير، من غير وداع، وأهل القرية فضلوا يحكوا نفس الحكاية. لكن هل ده فعلا حصل؟ هل روح مارغت كانت موجودة في البيت؟ هل كلوديا وإيميلي شافوا حاجات حقيقية وغريبة، ولا كان ده خوف؟ وقصة البيت القديمة كافية تخلي عقل الإنسان يشوف ويسمع حاجات مش موجودة، محدش يقدر يأكد أو ينفي أو يجزم. لكن في حاجة واحدة أهل القرية لسه مقتنعين بيها: البيت ده ممكن يفضل فاضي أيام أو شهور أو سنين، لكن في النهاية دايما حد بيسكنه. والسؤال الحقيقي هنا مش مين اللي هيعيش في البيت بعد كده، السؤال هو هل البيت فعلا بيختار مين يفضل فيه؟